مشاهدينا الكرام في البث المباشر من المركب الرياضي محمد الخامس، حيث سنتابع مباراة قوية، مباراة مهمة عن منافسات كأس العرش، بعيدا في أغلى المنافسات المحلية منافسات كأس العرش. فريق رجاء بني ملال صحيح أنه يعاني بالقسم الثاني، يصارع من أجل البقاء، سيبحث على نتيجة إيجابية خلال هذه المواجهة لقيمة هذا المنتشي بفوز مهم اللي كان في لقاء الديربي على الجولة 20 من الدوري الاحترافي إنوي. أكيد اللي وضعته حاليا في الرتبة الرابعة 37 نقطة على بعد 4 نقاط. فريق الوداد الذي يقوده اكيد لاعب الدولي السابق اللي خدم زمام الامور التقنيه محمود بن شريفه، واللي غيكون في مواجهه كذلك لان هناك غيابات في الصوره امامنا بوجمعه قصاب اللي كيحيي اللاعبين، كذلك الطاقم التقني ديال فريق الوداد كما قلت في ذكريات جوزي باكاسو تمريره هذه محاوله بواسطه اللاعب وليد الناصي، تدخل الحارس اشرف. نتابع التمريره في الوقت هنا كان سقوط ديال اللاعب، يعني الترتيب ديال الفريق. نتابعوا هذه المحاوله جوزي باكاسو كيمر عند وليد ناصي الذي يمرر، وتسديده قويه لزهير مترجي كان في الصفوف المتاخره على مستوى الدوري الاحترافي الثاني، ولكن في لقاءات في منافسات الكاس كل فوارق تدوم وبتقولات ومنيا البحث عن امكانيه تسديده، لكن الكره بعيده. دقيقه هوايه بسرعه يسترجعوا اللاعبين ديال فريق الوداد، كره طويله من محمد بوشواري لكن سهله للحارس اشرف هلالي. كره ثابته بامكان استثمارها، لعبه دائريه راسيه لكن تمكنش زوير مترجي، بدات دائريه. بالتالي تابعوا التحركات ديال اللاعبين، كاسو الوصول للكره، كره خارج ارضيه الملعب مباشره في بدايه فريق رجاء بني ملال. تابعوا من جديد ناصر زوير مترجي تدخل التغطيه الدفاعيه تعود لفائده فريق الوداد، تسديده لكن جات جانبا، يعني تهديد الان لمرمى فريق رجاء بني ملال. نتابعوا المحاوله، تسديده بالرجل اليسرى لكن كره مشات بعيد، اللاعب محمد مفيد لكن كره تمر جانبا من مرمى الحارس اشرف هلالي. تضيع هذه المحاوله فريق الوداد الرياضي البيضاوي امامنا محمد مفيد، سوى الجيل اليسرى انطلاقه ديال ايوب والو، ايوب هذه بحث عن امكانيه التمرير، هذه محاوله تدخل والكره مرات جانبا ركنيه لفائده فريق رجاء بني ملال. نتابعوا المحاوله صلاح مصدق اللي حاول يبعد الكره مشات في اتجاه المرمى، كانت فريق رجاء بني ملال، كان تدخل ديال صلاح مصدق اللي حاول يبعد الكره مشات جانبا من المرمى. كان دور مهم بالنسبه لفريق الوداد التمريره، لكن الكره طويله خارج ارضيه الملعب. اذا الكره ثابته، رضا الشقراوي صعود اللاعبين عندهم قامه طويله، لعبت كره دائريه راسيه، تدخل جوزيف برما الحارس مهدي بن عبيد، تبدا الركنيه في القائم الاول، تدخل الدفاع كيبعد الكره يبعد، تمريره في جانبنا البحث عن الامكانيات العرضيه، محاوله دائما الخطوره متواصله، البحث عن الامكانيات التسديد، تدخل الدفاع دائما الخطوره، تسديده والتمريره من جانبنا كانت يعني تسديده ديال انور علام. لاحظوا بالرجل اليسرى كره مشات ولا لفائده فريق رجاء بني ملال لتنفيذ هذا الخطا. هذه الكره الثابته لفريق رجاء بني ملال، الشقراوي رفع الكره لكن الكره كتمشي هو اللي كيساعد لتنفيذ هذا الركنيه. بوشواري دائريه راسيه لكن مشات فوق المرمى، ملال الراسيه ولكن الكره مشات فوق المرمى. تضيع هذه المحاوله على فريق الوداد الرياضي البيضاوي امامنا ديال زوير مترجي اللي نسل من المدافع اليسار. هذه محاوله فائده فريق الوداد، جوزيف باكاسو البحث عن امكانيه التسديد، تسديده لكن الكره بعيده، كان هناك المطالبه بالخطا، تدخل وابعاد الكره. رضوان المصلح ملعب وضربه مرمى لفائده فريق رجاء بني ملال امامنا نور الدين. تابع من جديد تدخل ديال رضوان المصلح، كان هناك المطالبه بالخطا بضربه جزاء. صلاح مصدق تواجد امين ابو الفاتح البحث عن الضربات الراسيه، لعبت الكره دائريه في القائم الاول، تدخل الدفاع الدين امرابط يلعب كره في جانبنا محمد بوشواري اللي وليد ناصي، تدخل وابعاد الكره من طرف رضوان المصلح. تراجع ديال اللاعبين ديال فريق رجاء بني ملال في نصف الملعب، محمد بوشواري انطلاقه ديال وليد ناصي كيرفع الكره داخل مستطيل العمليات، ما تمكنش على مستوى الجيل اليسرى اللي ايوب والو كيرفع الكره. دي محاوله في فريق رجاء بني ملال، تدخل الدفاع دائما محاوله من طرف انور علام، انطلاقه
هذه محاولة مرتد هجومي لفداء فريق رجاء بني ملال. تدخل الحكم كان الخطأ والبطاقة. صعود اللاعبين البحث عن الضربات الرأسية، البحث عن الحل في هذه الدقائق الأخيرة من الجولة الأولى. رفعت الكرة لكن التغطية الدفاعية ممتازة حتى الآن بالنسبة رجاء بني ملال. عند اللاعب أنور علام كيرفع الكرة. تدخل ديال الكونغولي جوزيف باكاسو. دي محاولة تسديدة لكن كرة سهلة، كرة العبيد. تابع من جديد هذه المحاولة في فريق رجاء بني ملال. المطالبة بلمسة يد الحكم. تنافس مع محمد مفيد. ترجع كرة لأشرف هلالي. لاحظوا الضغط ديال نور الدين أمرابط لرضوان مصلح لكن تغطية دفاعية من طرف المدافع أيوب. نور الدين أمرابط يسدد لكن كرة بعيدة. تسديدة هلالي. تابعوا من جديد هذه التسديدة خارج أرضية الملعب. أمرابط عميد فريق الوداد لكن الكرة ديالو مشات بعيد على مرة طويلة داخل المستطيل العملية. تدخل دائما محاولة. الكرة بالرأس من طرف أيوب. تقديم الدفاع ديال فريق الوداد. محاولة دخول داخل المستطيل العمليات. البحث عن إمكانية التمرير. هدف أول لفائدة فريق. سنتابع من جديد هذه المحاولة من التمريرة. تسديده ديال لاعب اشرف. كان هناك خطا على مستوى الدفاع ديال فريق الوداد في الوقت. الحكم المساعد رافع الرايه. اكيد سننتظر من طرف بوشواري. استرجع الكره من طرف رضا الشقراوي. كانت المراوغه سوء تفاهم ثم تسديد الكره من رضا. يعني الانفاس الاخيره تابعنا كان ارتباك صراحه في دفاع فريق الوداد. استغلوا النهائي. الان كذلك حكمي الفار كيتابعوا الصوره. غادي نتابعوا التواجد. بالفعل كان هناك وضعيه تسلل. تمريره راسيه ديال نور الدين امرابط لكن كره اقرب لمحمد بوشواري كيمرر في اتجاه لاعب وليد ناصي. تدخل الحارس. بدايه هذه الجوله الثانيه على غير الجوله الاولى اللي كان قريب تسجيل الهدف. لاحظوا بوشواري كيمرر بسرعه عند وليد ناصي. تسديده واشرف بامكانه يمرر على مستوى الجيل. كيمرر عند اللاعب محمد الريحي. محاوله لكن بكل هدوء في الوقت اللي كان فريق الوداد. تابعوا التمريره. هنا السقوط ديال فاكيد بان هذا دافع كبير من اجل تقديم مستوى جيد. هنا كنتابعوا تدخل خليل اجانا. يدخل منذ قليل خليل اجانا. هل كان تدخل قوي؟ هل يستدعي بطاقه صفراء؟ هل يستدعي اذا بعد متابعه الصوره الحكم يشعر بطاقه حمراء. اذا قد تكون تابع مره اخرى التدخل ديال لاعب خليل اجانا. الاحتجاجات ديال اللاعبين وهذه الاحتجاجات ما يمكن الا تعطي بطاقات. كان هناك بطاقه لرضا الشقراوي. اذا بطاقه حمراء بقوه للوصول للمرمى. هذه محاوله داخل المستطيل العمليه. تمريره الحكم كان ضربه جزاء. نور الدين امرابط عبد الغفور لميرات. هل كان هناك لمس؟ هل كان هناك عرقله؟ اعتقد انه اكيد غيكون متابعه الصوره. تدخل ديال لاعبين. تركيز قبل تنفيذ هذا ضربه جزاء. امرابط واشرف هلالي. نور الدين امرابط بني ملال. بالتالي يمكن يكون هناك مساحات وممرات. نتابع من جديد هدف ديال نور الدين امرابط في شباك فريق الوداد بهذا الهدف. كذلك الفرحه ديال الاطار الوطني محمد بن شريفه. باقي اللاعبين الحارس اشرف هلالي. لاحظوا التركيز اللي كان ديال نور الدين امرابط اللي وضع الكره في الجانب في المحاوله. مرتد سريع نور الدين امرابط انفراد بالحارس. امرابط يضيع يسدد خارج ارضيه الملعب. لاحظوا العوده الممتازه كذلك للمدافع ايوب وعلو اللي الممتاز على مستوى الجيل. دي محاوله للاعب محمد بوشواري ما تمكنش الوصول للكره. بلال صراحه قدم مباراه كبيره. هذه محاوله والهدف الثاني. هدف للمدرب المساعد الثاني. المساعد الاول والثاني بوجمعه الصبر. هنا كنتابعوا